بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم عن امان اوبر وشغل اوبر وحلاوة اوبر وجمال اوبر اللي هتخليك في امان طول ما انت في اي رحلة تبع اوبر، سواء كنت كابتن او عميل انت في امان. اوبر هيتغير لك المنظومة خالص. بقلب في جوجل كده بالصدفة كده، والله انا ما بدورش على الاخبار، بس بقلب بالصدفة كده لقيت لك ايه؟ موقع اللي هو بتاع اخبار البلد. تفاصيل خاصية التسجيل الصوتي لأوبر في جميع مدن مصر. أوبر هتشغل التسجيل الصوتي يا جدعان وهتخليك في أمان. بقلم أحمد عبد القوي. ابتدى من اليوم اللي هو امتى بقى؟ اليوم 11 اللي هو السبت اللي هو امبارح 11 مايو 2024 الساعة 3 و5، يعني الدقة حلوة برضه. بدأ من اليوم أطلقت أوبر خاصية للسلامة ضمن التطبيق تسمح للسائقين والركاب تسجيل الصوت أثناء الرحلة في جميع مدن مصر، الأمر الذي يوفر مزيدا من الأمان والراحة للسائقين والركاب على حد سواء. يعني حاجة جميلة جدا. بيضحكوا على الناس ويقولوا إن هم لسه هيشغلوها يوم 11 مايو اللي هو 11 اللي هو السبت بتاع امبارح. يا استاذ احمد يا اللي كاتب الموضوع ده كله، موضوع كبير قوي. يعني بص، لو قلبنا الموضوع كبير قوي وبيقول لك مش عارف هيوفر ويسجل وشويه كلام انشا كده. يا استاذ احمد لو انت مش متابعني يبقى فايتك كتير. ده اول حاجه. احنا في يوم 12 7 2023 اوبر نزلت بيان، بص الرساله دي كده، ان هي هتشغل الصوت عشان تامن الكابتن، ومش عارف لازم توافق عشان تقدر تسجل الصوت ومش عارف ايه، والتحديثات والحوارات والكلام والهجايز دي كلها، واتكلمنا عنه وعملنا فيديو عنه. توثيق الفيديو يوم 12، دور على الفيديو يوم 12 7 2023. فهم اليومين دول عشان المشاكل اللي حصلت، واحنا المواضيع اللي اتكلمنا عنها، والفتاه بتاعت الشروق والكابتن اللي خد 15 سنه والقصه دي كلها، فهم بيحاولوا ايه؟ يهدوا الراي العام او يحاولوا يشتغلوا الصحافه والمواقع والكلام ده كله ان احنا هنشغل التسجيل الصوتي، وبعت لهم الكلام ده، وفي حد بيتكلم في المواضيع دي، وهتلاقي الكلام كتير اليومين دول على التسجيل الصوتي. احنا بنتكلم في ايه؟ ان شركه اوبر بتشتغل الناس كلها. اوبر لو كابتن حتى لو مش غلطان، يعني في كابتن من حوالي سنه كده وهو سايق بعميل فتعب فركن على جنب، يمين شمال بيقلبوه لقوه مات. طبعا العميل بعت ان الكابتن حصل له حاجه، والابلكيشن بتاع الكابتن كان مفتوح، ولما راح البيت مراته بعتت للشركه، بعتوا لها او اتصلوا بيها قالت لهم ده الكابتن مات ومش عارف ايه. لا يدوروا على الكابتن ولا يدوا له تامين ولا يدوا له اي حاجه ولا يدوروا عليه. زوجة الكابتن بتقول بتبص مره واحده لقيت رساله جت على الابلكيشن، خدت بلوك نهائي. طب يعني انتوا بتخلصوا من الراجل ولا بتعملوا ايه؟ الراجل ده كان شغال معاكم واثناء رحله توفى، فانتوا ايه الاوبشن اللي خدتوه؟ عميل حصل له اي حاجه، حادثه حصلت، بينطر ده وينطر ده، كل التسجيلات وكل الحوارات دي حوارات، والتسجيل ده بيقولوا مشغلينه من يوم 12 7 اللي فات. لو مشغلينه بجد من يوم 12 7 او هتشغلوه فيا ريت تشغلوه صح. يعني الكابتن اللي هو كان خد 15 سنه والفتاه والكلام ده كله، محدش جاب سيره التسجيل الصوتي خالص. التسجيل الصوتي ده لو شغال، طب ما تراجعوه الحكومه، تجيب قرار من النيابه وتراجع التسجيل الصوتي ده، تشوف الكابتن ده يمكن يكون مثلا كان بريء، كان حاجه حصلت في العربيه، هو فعلا غلطان مش غلطان. لا، اوبر كتمت على الموضوع وقلبت الكابتن وقالت لك ده داخل غلط وداخل بورق مزور ومش عارف ايه، ونطرت الموضوع، ولا جابت سيره التسجيل الصوتي ولا جابت اي حاجه. التسجيل الصوتي شغال في اوبر من يوم 12 7 اللي فات، يعني من قبل الحادثه بكتير. ده اولا. ثانيا، اوبر بتعمل ايه للكباتن؟ بتعمل ايه للعملاء؟ ولا هي امان لا للكابتن ولا للعميل ولا اي حاجه خالص. انت المفروض لما تيجي عميل يجي يقدم عندك او يشغل الابلكيشن، تاخد رقمه، تاخد رقم بطاقته، تاخد صوره ضوئيه من وشه، بصمه الوش زي ما انت بتاخدها من الكابتن. لكن انت بتقول ان احنا بنعمل وبنعمل وانتم ما عندكمش اي حاجه. يعني ناس حصل لها حوادث وناس ماتت وناس حصل لها مشاكل كتيره جدا. على سبيل المثال معانا واحد شغال معانا، راجل قمه الاحترام، يعني كابتن بما يرضي الله، وعامل اكونت مظبوط والدنيا زي الفل ومش عارف ايه. مجرد ان هو كان ماشي بعميله، بيقول لي عربيه ريحت عليه، الاكسدام اتشرخ، فوقف بيكلم الراجل ومش عارف ايه، راحت العميله سايباه وماشيه، وراحت عملت شكوى في الشركه ان العربيه عملت حادثه. فطبعا الراجل واقف بيحل المشكله، وواحد رايح عليه خبطه شرخ له الاكسدام، فبيتكلم معاه ومش عارف ايه، لا الشركه بترن عليه، انت عملت حادثه؟ قال لهم ايوه انا في بس عربيه ريحت عليا والاكسدام اتشرخ ومش عارف ايه وانا عملت حادثه. طب انت كده العميله حصل لها حاجه مش عارف، انت العربيه فيها ايه مش عارف ايه؟ قال لها بعد اذنك بالراحه كلميني انا في مشكله. وقالت له عشان احنا بس نعرف هنعمل ايه. قال لهم انت اخركم هتديني بلوك، واقول لكم على حاجه، انتوا شركه تعبانه وما تدونيش اي حاجه ومش هتعملوا لي اي حاجه، انا فعلا العربيه الاكسدام الشرخ وانا هخلص الموضوع وبكلموني بعدين. قالت له طيب وراحت قافله معاه، وراح مديها له بلوك. قال لك ده عامل فحص، بيبص لقى البلوك ده بلوك نهائي. انتوا يعني ايه اللي عملتوه للكابتن؟ اول ما عرفتوا ان هو عمل حادثه وعشان قال لكم عملت حادثه وكلمكم بما يرضي الله،
اديتوا له بلوك، خلص الموضوع. لكن الشركات دي عاوزه ايه؟ اللي يعمل حادثه، اللي يعمل مشكله، اللي يحصل معاه اي حاجه، اوعى تقول لهم الحقيقه. ليه؟ الحقيقه هيوقف لك الابلكيشن، هيعمل لك مشكله، هيقول لك مش عارف انت فيك ايه، عليك ايه، الكلام ده كله. يعني لو قارنا شركه اوبر ان هو في مصر زي ما قلنا قبل كده ان الشركات دي بتشتغل بره بما يرضي الله، وتيجي مصر تبقى زباله الزباله. يعني لو هنتكلم مثلا في امريكا اللي هي بلد اوبر الرسميه، في تامين على الكابتن وعلى العميل. انت تعرف ان انت لو شغال في امريكا في 3 مستويات للتامين. اساسا اوبر عشان تشتغل في امريكا لازم تعمل تامين، ده اولا لكل السواقين اللي شغالين معاها، وبيبقى تامين رمزي. بس شركات التامين بقى بتشتغل صح. لو انت كابتن وفاتح اوبر بس، فاتح الابلكيشن بس ورايح لرحله او الكلام ده، معكش عميل ولا اي حاجه، فاتح الابلكيشن وماشي، وعملت لا قدر الله حادثه، حصل لك انت اي حاجه مش عارف ايه، بتاخد 250,000 دولار مقابل الحادثه اللي انت عملتها، عشان انت فاتح ابلكيشن اوبر وتحت اوبر او شغال مع اوبر. طب لا قدر الله الحادثه اللي انت عملتها دي حصل لك انت حاجه، يعني مش العربيه ولا الكلام ده ولا حاجات بسيطه، حصل لك انت حاجه، هتقعد في البيت 30 يوم، هتعمل عمليه، اي حاجه من الحاجات دي، هتاخد 500,000 دولار. يعني عد الارقام، ارقام كتيره. طب لا قدر الله انت في الحادثه دي كانت حادثه جامده وتوفيت انت او العميل، اللي يتوفى في الحادثه وهو في رحله مع اوبر بياخد $1,000,000. يعني 3 مستويات للتامين. فين ده في اوبر؟ ولا اي حاجه. يقول لك اصل تسجيله، الكلام ده كله مسكنات وحوارات والكلام ده. اوبر هنا في مصر ما بتعملش اي حاجه. فانا بس بعقب على البيان اللي منزلينه ومخلين الجرايد منزلاه والمواقع الرسميه والكلام ده كله اللي هو اخبار مصر والكلام ده. فانا بحاول ارد على الناس دي وبحاول اعرف حقيقه اوبر، عشان اوبر دي ما يعلم بها الا ربنا. وهتشتغل معاها لازم تيجي يمين وشمال، لكن هتشتغل معاها مظبوط وابقى راجل 100 100 ومظبوط، هيدوك على قفاك وهيطلعوا عينيك واخرتك هتبقى بلوك. بس انا بس يعني شفت الخبر بالصدفه فرحت فاتح الكاميرا وحبيت اعقب عليه، عشان بس اوبر ما تضحكش علينا وتضحك على الناس والعملاء والكلام ده كله، ويعمل لهم البحر طحينه بسبب المشاكل اللي حاصله والكلام ده. فاوبر انا حبيت بس اوضح ان اوبر ما بتدعمش حد، ما بتدورش على حد، لا كابتن ولا عميل. لو حد ضاع منه اي حاجه، لو حد عاوز رقم العميل، يعني على الله على الله حكايتها. وخلي بالك انا مش بقول لك اوبر وديدي وان درايفر وكل الشركات دي في نفس السله، هي عشان هنا في مصر واخدين راحتهم برطعين على الاخر، وما بيدوروش على حد، ولا حد بيدور عليهم، ولا حد قادر يقف قصادهم، وعمالين نهاتي لينا كام سنه ومفيش اي جديد. بس انا حبيت بس اشرح الموضوع على السريع وابلغ الراجل اللي عمل التحقيق ده ان كل اللي بيقوله ده كلام فاضي، والشركه بلغته او ادته معلومات خاطئه. فيا ريت يرجع للشركه في الكلام ده، عشان الشركه مطبقه موضوع التسجيل الصوتي ده واتكلمنا عنه من يوم 12/7/2023. بس اللهم بلغت اللهم فاشهد. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا. وقبل ما نقفل الفيديو هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.